أهلا بيك. أنا منطقي. أنا صحيت على الشاطئ والعيال حواليا بيلعبوا على الرمل. كان الوضع غريب جدا وأنا مش فاهم إزاي وصلت هنا. لقيت شرطي جاي ناحيتي وابتدى يلاحظ فيا شوية حاجات مش طبيعية. لما شاف السلاح المخفي في ظهري من غير ما يتكلم معايا أو يسألني نادى على صاحبه وقال له تعالى شوف الراجل ده معاه سلاح في ظهره. انا دوم متخصص في شغل اسمه الاستروك، مش الاستروك يعني ادخل في الاحلام الناس واسرق افكارهم. شغلي صعب جدا لكن في نفس الوقت عندي القدره ازرع افكار في دماغ الناس كمان. شغلي ده بيأثر على حياتي بشكل كبير ودي حاجه خلتني عايش في صراع دايم بين الواقع والاحلام. فجاه الحراس شالوني ودوني على قصر ضخم كده وانا كل ده مش فاهم حاجه. كان في راجل عجوز قاعد قدامي والظاهر انه يعرفني، وفجاه بنبره هاديه بيقول لي انت كنت عايز تقتلني، والفكره كمان انهم بيلاقوا معايا حاجه زي النحله كده. وبيرجع الراجل يقول لي انا عارف دي كويس. بيرجع بيا الزمن وبلاقي نفسي قدام راجل اعمال اسمه سايتو. كان معايا المساعد بتاعي ارثر. كنت بقنع سايتو ان هو يعمل طبقه حمايه لافكاره وبعرض عليه ان انا اساعده في ده عن طريق ان انا اخلي العقل الباطن بتاعه مجهز لده من غير مجهود منه. بس انا من جوايا هدفي كان غير كده خالص، واصلا كان شكله كده قلقان مني. فبيقول لي سيبني افكر، وبروح اتمشى شويه وببدا في خطتي. اول حاجه بعملها ان ادخل لخزنه المستندات، وده كان هدفي من الاول واللي كان بيجي في طريقي ما كنتش بفكر واخلص عليه. بعد ما نجحت ان ادخل الخزنه بتفاجئ ان مال وسايتو واقفين ورايا. فانا كنت مستغرب جدا لان مال دي المفروض مراتي وبترفع عليا السلاح وبتهددني ان اسلم السلاح والمستندات. بس الكلام ده ما بيفرقش معايا، فبيهددوني بصاحبي ارثر وببتدي اقلق من الموقف. وعشان يضغطوا عليا اكتر بيضربوا طلقه في رجل ارثر، بس انا اصلا عامل حسابي في كل ده وبضرب ارثر طلقه في دماغه وببتدي اهرب منهم وبيفتكروا اني ما عرفتش اسرق المستندات. بس على مين؟ انا بدلت المستندات اصلا وقتلت ارثر عشان يفوق من الحلم ويخلي سايتو نايم مده اطول. وللاسف ارثر بيفشل في ده فبيصحيني من النوم لان سايتو كان صحي والمستندات ما كانش مكتوب فيها الحاجه اللي انا عايزها. لما بصحى بهدد سايتو ان يقول المعلومات كلها بس هو بيرفض. وكل ده كان موجود معانا في الفريق امز كان كل مهمته انه يغير في عالم الاحلام زي الديكور مثلا او شكل الشخصيات. وانا بهدد سايتو بوقعه على الارض وبيكتشف بسبب خامه السجاده ان هو في حلم التاني وبتبوظ المهمه. لما بصحى في عالم الواقع بلاقي ارثر وامز وباخدهم وبهرب لان سايتو هيفوق حالا ولازم نختفي. برجع الفندق وانا متضايق جدا وبكلم عيال اطمن عليهم، وكنت الصراحه بهرب من اسئلتهم ان والدتهم هترجع امتى او انا كمان هرجع لهم امتى، بس هم كده كده في امان عشان قاعدين مع والدتي. بيجي ارثر يقول لي ان الطياره مستنيه فوق الفندق وبساله عن امز بيقول له انه فوق. ولما بطلع بلاقي سايتو جوه الطياره وامز معاه، وكان باين على امز انه مضروب جامد. وطلع سايتو ضغط عليه عشان يخوني انا وارثر. بيقول لي سايتو اني اقتله بس انا برفض ده فبيرميه سايتو من الطياره. بركب انا وارثر الطياره وبيعرض علينا سايتو مهمه. كان عايز نزرع فكره في دماغ شخص انه يفكك شركات والده لان والده قرب يموت وسايتو عايز يبقى في السوق لوحده. بس انا طبعا برفض كل الكلام ده، اصلا مش عايز اتعامل مع سايتو. وبعد ما برفض للاسف سايتو بيعرض عليا انه يرجعني لبيتي واهلي مقابل المهمه دي، فبضطر اني اوافق على ده وبروح اجمع فريق للمهمه دي. باخد ارثر بعد كده وبنروح نتغدى وبيحاول يقنعني ان العمليه دي مستحيله، وبقول له ان انا عملت ده قبل كده وبيستغرب وبيقول لي في مين، فبابا مش عارف ارد عليه وبعرفه ان احنا محتاجين حد مكان امز. وبعد كده بروح لوالدي في المكتبه وبيتريق عليا ماشي يا حاج، وبديله شويه هدايا عشان ولادي وبيقعد يعنفني ان انا حرامي. بقول له انا مش حرامي، انا بستخدم موهبه ملهاش قوانين، وبفضل اقنعه ان هو يرشح لي حد من طلابه ياخد مكان امز الخاين في تصميم الاحلام، بس هو بيكون رافض. وبعد كلام كتير جدا ومناقشات بيقتنع وبياخدنا نتعرف عليه، وبتطلع بنت اسمها ارداني وبعمل لها اختبار كده اشوف هل هي اصلا مناسبه ولا لا، وبتنجح فيه. وبقعد معاها في كافيه بشرح لها دورها هيكون ايه وازاي بنخترق الاحلام، وبسالها هو الحلم بيبقى ليه بدايه ولا بتبقى في قلب الحدث على طول. وبتتفاجئ ان كل حاجه حواليها بتنفجر عشان انا بكون اصلا عامل لها حلم ده عشان اعلمها اول درس هو الحلم المشترك. وكانت فاكره ان بقالهم كتير بيتكلموا وبقعد اشرح لها ان العقل جوه الحلم بيشتغل اسرع بكتير من الواقع. وبنخش تاني لحلمها وببدا اشرح لها الدنيا وان الحاجات اللي بتبقى موجوده من العقل الباطن. تسال سؤال غريب ايه اللي هيحصل لو غيرنا الجانب الفيزيائي، وبتبدا المدينه انها تتقلب وتبقى كلها على راسها. وبيعجبني الموضوع ده جدا، وبتبقى بتغير في اشكال الشوارع وبتبني جسر. بس الموضوع ده بيضايقني لان كنت بقف على الجسر ده انا ومراتي، وبسبب ان عقل الباطن متضايق وبيبقى الاشخاص الموجوده في الحلم من صنع خيال عقلي تظهر مال وبتقتل ارداني. ولما بتصحى ارداني من الحلم بتقول عليا اني كابت حاجات كتير جوايا وانها مش مستعده تفتح مخيلتها لحد زيي. وبعد كده بقرر ان هروح ازور امز عشان المدينه اللي هو فيها بيبقى فيها حراميه على اعلى مستوى. وبقعد معاه وبشرح له الخطه وبيقول لي ان الموضوع ده عشان يتعمل لازم نعرف اصل علاقه الابن والوالد عشان لو قويه كل اللي هنعمله مش هيبقى ليه لازمه. وفجاه بيسالني لو انا معايا في الفريق كيميائي، فبقول له لا. بيقول لي ان في راجل اسمه يوسف ده كيميائي وهتعرفه هحتاجه في ايه. المهم ان امز بياخد باله ان في 2 مراقبيني بيكونوا من الشركه اللي كانت موكلاني بالمهمه الاولى فاكرينها اللي فشلت فيها واللي بسببها انا اتحطيت في المهمه الثانيه. فبنتفق انا وهو هيلهيهم وانا ههرب، وبنزل اجري في الشارع والراجل ده بيجري ورايا. وبالفعل خلاص
كنت هتمسك. وقعدوا يجروا ورايا كتير لحد ما بيجي سايتو وبينقذني. وبعد كده عرفت ان ارداني بتروح لارثر وبيقول لها ان انا كنت عارف انها هترجع، وبيقعد يشرح لها ان ممكن تخلق اشكال هندسيه مستحيله في الحلم عادي، وبيقول لها كمان ان الاحلام بتبقى عباره عن 3 طبقات، بيبقى لازم نبعد عن اي حاجه مش منطقيه عشان ما يبانش ان ده حلم. وبتساله لو انا ما بقتش قادر ان اصمم احلام، فبيقول لها ان انا مجرد رافض مش اكتر. ولما بتضغط عليه بيقول لها ان مال مراتي توفت، وانها لما بتظهر في اي حلم هو بيصممه ده بيبقى مجرد انعكاس ليها لانها متخزنه في عقل الباطن. وبنروح انا وسايتو وارثر نقابل الكيميائي يوسف وبنشرح له المهمه، وان الحلم اللي هيتصنع هيكون عباره عن حلم في حلم في حلم، يعني 3 طبقات، والموضوع ده بيكون صعب جدا. فبيدينا مسكن قوي يساعد في المهمه دي، وانا مش ببقى مصدق ان المسكن ده بيعمل حاجه. فبنروح كلنا البدروم وبيوريني ان في ناس كتير متصلين ببعض ونفس الحلم بسبب المسكن ده. ولما بجرب المسكن بحلم بمال مراتي، والموضوع ده بيضايقني جدا للاسف. بعدها بنقعد كلنا على السطح وبيبتدي سايتو يقول لنا معلومات اكتر عن الشخص اللي المفروض نزرع الفكره في عقله. بيبقى اسمه روبرت فيشر، الوريث لشركه الطاقه المشهوره. وبيبقى مشكله سايتو مع فيشر ان شركته مستحوذه على نص طاقه العالم ومحدش عارف يقف قصادهم خالص. ولما بنسال عن علاقه روبرت بابوه فيشر بيقول ان العلاقه بينهم معقده جدا ومحدش فاهمها. فبيطلب ايمز من سايتو انه يوصله براجل اسمه براونينج، وده بيكون الدراع اليمين للاب فيشر. ولما ايمز بيروح يراقب الجو في المكتب عند فيشر بيلاقي براونينج وروبرت بيتخانقوا عشان التوكيل العام. بنلاحظ جدا ان براونينج طماع، وكل ما فيشر بيزداد مرض كل الطماعين بيبانوا. وبيروح ايمز يشرح الخطه للفريق، وبيقولوا انه في المستوى الاول هيتجسد في شكل براونينج، ويقترح على روبرت الفكره اللي عايزينها، وبيعجب ارثر بالخطه جدا. وبنبتدي كلنا نتكلم في تفاصيل الحلم اللي هيتصنع اللي هي الخطه، يعني وازاي هنقدر نخرج وهنعمل ايه في كل مستوى، وكل حاجه بتبقى تمام. ولما بتيجي تروح ارداني بتشوفني على جهاز الاحلام وبتقرر تخش جوه حلمي، وبتشوفني انا ومال قاعدين مع بعض. اول ما بشوفها بقول لها ان هي المفروض ما تبقاش هنا، وباخدها وبننتقل جوه ذاكره اليوم ما توفيت مال، وبحكي لها ان انا كان نفسي اشوف ولادي للمره الاخيره بس للاسف مش بلحق. وفجاه بتجري ارداني ناحيه اسانسير ذكرياتي وبتجيب اعمق حاجه فيها. ولما بتنزل بتلاقي بيت كل حاجه فيه متكسره، ودي للاسف الحقيقه. بتلاقي مال في وشها وبتسالها ارداني ايه اللي حصل. تفضل مال تشرح لها الموضوع بس بطريقه لغز، وبيبان على مال انها هتغدر بارداني، بس انا اتدخلت في اخر لحظه وانقذت ارداني. وفي نفس الوقت ده بتكون مال بتبص لي بكل غضب. ولما بنصحى انا وارداني تفهم ان عايز اعمل سجن في ذاكرتي احبس فيه مال عشان انا مش عارف اتحكم فيها جوه ذكرياتي. بيجي سايتو وارثر ويبلغوني ان فيشر مات ولازم ننفذ العمليه لروبرت. وبنروح نركب كلنا الطياره وبنكون حاجزين الدرجه الاولى كلها الا كرسي واحد وبيكون بتاع روبرت. وبعد كده بروح اقول له هو انت تقرب لرجل الاعمال فيشر؟ فبيقول لي اه. فبنشرب انا وهو على روح ابوه، وبكون طبعا حطيت منوم في المشروب. واول ما بينام بنبتدي كلنا نجهز الاجهزه والادوات للمهمه. واول ما بندخل الحلم بتبقى الدنيا بتمطر جامد، فكلنا بنبص ليوسف بنقول له انت كنت عايز تخش الحمام. فبنتوقع ان روبرت بالتالي هيركب تاكسي، فبنخبط تاكسي ونسرقه عشان يركب معانا. وبالفعل بتنجح الخطه وبيوقفوا ارثر وبيركب معاه، وبيثبتوا ايمز بالمسدس. بس فجاه وبدون اي مقدمات في قطر بيقطع نص الشارع وبيخبط كل العربيات. مش كده وبس، في عصابه بتهجم على التاكسي اللي راكب فيه روبرت وبقيه الشباب. بس كل ده ما كانش في الخطه. ولما بنوصل لمكان امن بتخانق مع ارثر لان مهمته كان يعرف ماضي روبرت، وروبرت زمان كان مدرب عسكريا عشان كده عقله الباطن كان بيدافع عن الحاجات اللي كوناها جواه. ولكن سايتو بيتصاب، وللاسف اللي هيموت المره دي مش هيفوق من الحلم وهيموت على طول، لان المنوم اللي احنا كلنا واخدينه قوي جدا فمش رصاصه اللي هتصحيه من النوم. وبينقلوا كلهم سايتو وبيحاولوا يعالجوه، وبيفضلوا يلوموني عن ان انا ما قلتلهمش على حوار المنوم ده وان انا اناني، مع ان لو ارثر بيعمل شغله كويس ما كناش هنقابل كل ده. وبيتنكر ايمز في شكل براونينج وبيدخلوه يقعد مع روبرت عشان يعرفوا التركيبه. وبيقول روبرت ساعتها انه ما يعرفش حاجه عنها، وبيفضل يشتكي من ابوه، وبيفضل يحكي له انه حتى فيشر وهو بيموت استدعاه وقال له ان خاب امله. وفي نفس الوقت ده كنت انا وارداني مع سايتو. تفضل ارداني تعنفني ان انا مش قايل للفريق على المخاطر، ان هي قلقانه نتعمق في عقلي اكتر من كده بسبب مال. فبضطر ان احكي لها على اللي حصل. كنا انا ومال سعيدين جدا دايما، كنا عايشين في الاحلام، ما كناش بنصحى خالص لدرجه ان احنا قعدنا هناك 50 سنه. لما فوقنا مال ما كانتش كويسه، كانت دايما مضطربه، كل حاجه عندها دخلت في بعض لدرجه انها بقت مؤمنه ان الاحلام هو العالم الحقيقي، وان حتى اطفالنا دول مجرد انعكاس لاطفالنا الحقيقيين في مكان تاني. وقررت انها تخلص من حياتها، عشان كده في اعتقاداتها تروح للعالم الحقيقي. فبترتب كل حاجه. وفي عيد جوازنا لما دخلت الاوضه اللي حجزناها في الفندق لقيتها واقفه على الشباك من بره. حاولت اهديها وارجعها عن اللي هي فيه، ولكنها كانت رافضه تسمع، وكانت عايزاني اتخلص من حياتي معاها. وعشان تضمن ده بعتت للمحامي ان انا عايزه اتخلص منها، وخدت شهاده من 3 اطباء انها عاقله كليا. وللاسف بتنط مال وبتموت. وبتفضل ارداني تقنعني ان على الاقل حذر الفريق من المخاطر اللي هتحصل، ولكني ما بعرفش اقول حاجه وبسكت. وبعد كده بنروح انا والشباب نهدد روبرت انه يقول ارقام التركيبه، بس هو ما بيكونش عارفها بجد. وبعد ما بنايم روبرت بسال ايمز عارف ايه وهو جوه، وبيعرفنا ان علاقه روبرت بابوه طلعت اسوأ من ان احنا كنا متخيلين. وفجاه بيلاقي ارثر حد بالبندقيه واقف بره المكان وبيبتدي ضرب نار علينا، وبيقدر ايمز انه يخلص عليهم. وبنتحرك كلنا بالعربيه وبنبتدي نتناقش هنعمل ايه في روبرت. وبينقلنا يوسف كلنا للمرحله الثانيه، وبنكون كلنا في فندق. وبقابل روبرت وهو بيشرب، وبيكون قاعد معاه واحده وبتسرق المحفظه بتاعته وانا اللي بقول له. ولما بيجي يقول ثمن المحفظه انا اللي بقول له
برضه على ثمنها، فبيستغرب جدا. وبعد كده بتروح البنت دي للاسانسير وبتقابل سايتو وامز هناك اللي هي اصلا ارتاني، فاهم؟ وفي نفس الوقت ده بيبقى قاعد مع روبرت وبيسالني انا مين، فبقول له معقوله ما تعرفنيش، وبقعد اقنعه بطريقه معينه كده ان انا مدير الامن العام والباطن. وفجاه في كوبايه بتتكسر وبشوف ولادي وبتوتر جدا، بس بكمل على طول وبلحق نفسي. وبفضل اقول له ان هم هيهجموا عليه وهيقتلوه وانهم عايزين يتخلصوا منه، هم مين بقى مش مهم، المهم انه يقتنع وخلاص. وفي نفس الوقت ده بيكون يوسف بيحاول يهرب من الناس دي وبيفضلوا يضربوا عليه نار. فبسبب المطارده دي الطقس في الحلم اللي بعده اللي احنا فيه دلوقتي ده بيكون غريب جدا. وبفضل اقول لروبرت ان كل اللخبطه دي انا اللي عاملها، وبقنعه كمان انه بيحلم وبيطلب مني اخرجه من هنا. ولما بنطلع في 2 رجاله بيجروا ورانا وبقدر اقتلهم بكل سهوله، فبيتجنن روبرت وبيقول ان هيقتل نفسه عشان يصحى. فبحاول اقنعه ان ممكن الاشرار يكونوا مدينه منوم، ولو قتل نفسه هيروح عالم الفراغ، وده بالفعل اللي احنا عاملينه. وبيخش ارثر وارداني اوضه اللي بتكون تحت الاوضه اللي احنا عايزينها، وبيفضل اشرح لروبرت ان اكيد اللي خطفوه عايزين يخرجوا من دماغه حاجه وانهم لازم يعرفوا ايه الحاجه دي. وبيفضل روبرت مش فاكر لحد مره واحده بيقول لي دول عايزين ارقام الخزنه عشان التركيبه. وبنطلع نقابل ارثر وارداني، ولما بنخش الاوضه بوريه جهاز التنويم وبقول له انهم هو كانوا عايزين ينيموه. وفجاه براونينج بيخش الاوضه وبسرعه بكتف، فروبرت بيقول لي سيبه، فبقول له انت متاكد ان هو معاك؟ انت شفته وهو بيتعذب؟ فبيبتدي روبرت يزعق لبراونينج ان هو شغال لحساب اللي خاطفينه، وبيقول له براونينج ان هو عمل كده عشان مش هيسمح انه يهدم امبراطوريه ابوه، لان مكتوب في الوصيه اللي جوه الخزنه ان ابوه بيتحداه يعمل حاجه لنفسه لانه ما يستحقش النجاح ده. وبعد كده بروح لروبرت وبقول له ان براونينج مخبي حاجه ولازم نعرفها، وبقنعه نخش في عقله الباطن. وبعد ما بنايم روبرت وبراونينج بيجي بقيه الفريق وبنبتدي كلنا نخش في عقل روبرت تاني. وفي نفس الوقت ده بيكون ارثر في خناقه مع انعكاسات عقل باطن روبرت، ويوسف كمان بيبقى لسه في المطارده دي، والعربيه بتتقلب بين يوسف، وبالتالي الفندق اللي فيه ارثر بيتقلب هو كمان، وبتخلص المطارده على خير. في نفس الوقت ده بنكون في مكان تلجي وده بيبقى حلم امز، فبطلب منه انه يبعد الحراس، وبقنع فيشر انه يروح لوحده عشان يعرف سر ابوه لوحده، وبنبتدي كلنا نتحرك. وفي نفس الوقت ده بيكون يوسف بيقابله مشكله ان حد بيطلع عليه في الجسر وبيهاجمه، وبيكون الجسر بيتشق لنصين، فبيبقى مش عارف يتصرف، فاهم قصدي؟ فبيحط السماعات في ودان ارثر عشان يصحيه، وبتبقى الاوضاع متوتره في كل حته. يوسف بيتضرب عليه نار، امز بيكون في مطارده جليديه، وارثر بيكون لسه مصحيش وفي ناس بتطارده وحوار يا معلم. وبعد ما بيلاقي الخزنه وخلاص كان هيفتحها بتظهر مال وبتقتل روبرت. ايه ده عادي كده؟ فبضرب عليها نار فورا وبنروح عشان ننقذ روبرت، ولكن للاسف مش بنلحق والمهمه بتفشل. فبتقترح ارداني فكره اننا ننتقل لعقلي وندور على فيشر، وهناك الوقت هيكتر وبالتالي هيعرفوا يكملوا المهمه، هي كده كده خربانه ليه لا. وبنخش انا وارداني في حلمي وبيبقى المكان كله متدمر وبندور على مال، ولما بنلاقيها بتقعد تقنعني ان عالم الاحلام هو العالم الحقيقي واني لازم كنت اختارها هي. اللي في نفس الوقت ده بتكون الشباب كلها على جميع الاتجاهات بيعانوا من المطاردات. ما علينا. بتحاول مال تقنعني وبتنادي على الاطفال، بس انا مش برد وبقول لها ان دول مش حقيقيين وانا هرجع عشان انت سبتيني انا وولادي. تفضل تقول لي ان ده الواقع، وهنا انا قررت اعترف بالحقيقه وان انا اللي زرعت فكره ان الحلم واقع في عقل مال. كنت فاكر ان ده هيبقى في مصلحتها، ما كنتش عارف انها لما ترجع الواقع الفكره هتبقى مأثره فيها بالشكل ده. فعشان كده ذنب مال دايما كان بيلاحقني، ومال بتفضل تزعلي وهي بتعيط، وببقى بجد ندمان ان انا ضيعتها من ايديا. الفكره هنا مش في مجرد قصه على قد ما الواحد ساعات بيحس ده تجاه اشخاص كتير، وللاسف بفقد مال. وبتكون ارداني لقت روبرت وبتصحيه، ولما بيصحى بيقول له ان امزي يروح يلا ناحيه الخزنه ويفتحها، واول ما بيفتحها بيلاقي باباه نايم على السرير وبيقول له ان خاب امله. فبيقول له انا عارف انه خاب املك عشان ما طلعتش زيك. فبيقول له لا انا ما خابش املي عشان كده، انا خاب املي عشان حاولت. وبيفتح روبرت الخزنه وبيشوف الوصيه الاخيره وبيفضل يعيط، وفجاه بيجي ميعاد السقوط عشان كلهم يصحوا. فبقول له ارداني انها لازم تمشي، فبتقول لي اوعى تسيب سايته ودور عليه وهاته. بفضل قاعد مع مال شويه وبتفضل تترجاني ان افضل معاها، بس للاسف يا ريتها كانت الحقيقيه، كنت هفضل معاها العمر كله. وبعد كده برجع تاني لاول حته انا كنت فيها، وبفتكر ان الراجل العجوز اللي قدامي ده بيكون سايتو، اني كنت جاي عشان ارجعه، وبعد اقنعه انه العالم ده مش حقيقي وانه يرجع معايا. وفجاه بصحى من النوم بلاقي نفسي في الطياره وحواليا الشباب كلها. اول ما بيفوق سايتو بيعمل مكالمه عشان اعرف اخش امريكا تاني واروح لاولادي، واخيرا بقدر ان اشوفهم من تاني. مهما كانت الغلطه اللي ممكن الواحد يعملها ناحيه شريكه، قد ايه شريكه مش بيسامحه، فالموضوع بيقلب بندم، وده اشد من الفراق. خلاص بعد فتره الواحد بيتعود، بس الندم بيفضل موجود طول الحياه، فبنضطر نخلق عالم تاني نعيش فيه عشان مش متقبلين الواقع، وللاسف بنقع في الغلط ده كلنا من غير ما ناخد بالنا. وبس كده بيخلص فيلمنا النهارده. لو عايزين فيلم معين تقدروا تقولوا في الكومنتات. ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان تتابع كل جديد. انا منطقي، سلام.